شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. جزائر جزائر يا مطلع المعجزات ويا الحرب أسوأ ما يمكن أن تعرفها البشرية، تترك جراحا غائرة عميقة في الأجساد، وأعمق منها ما تتركه في الأنفس والأذهان. تمر السنوات تبع تعاقبها لقرون لتمارس آلاما وتضحيات في الصحف يكتبها التاريخ عن مستثمر فرنسي ظل يعبث بأرض المليون ونصف المليون شهيد لأكثر من قرن ونصف القرن. هذه التضحيات والبطولات كانت عبر كامل أرجاء الوطن الواحد، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. فأرض الجنوب الجزائري لطالما كانت مسرحا هاما لهذه البطولات، بعدما أسالت خيراته لعاب فرنسا الزاحف نحوها، فازداد امتداد يد بطشها حتى وصل أبناء الجنوب الذين وقفوا بالمقابل ندا عنيدا لهذا المحتل الغاشم. ومهما كثرت الأقاويل عن بعد الجنوب الجزائري عن ركب الثورة، لكن التاريخ شهد أن ترابه كان حقلا لا يستهان به في المقاومة والثورات، وكان منطقة استراتيجية دعمت ثورة مليون ونصف المليون شهيد، وضربت بيد من حديد بطشا فرنسية طال أكثر من عقد من الزمن. يوم اندلاع الثورة كلنا نعلم أن التنظيم الثوري قبيل الفاتحة والنوفمبر كانت الثورة قد وضعت تنظيما يعني لجنة 22 ولجنة 6 وتحضير بيان نوفمبر واندلاع الثورة. المنطقة لم يعينوا لها أو لم يكلفوها بمهمة تفجير الثورة، ولأسباب استراتيجية ولأسباب حكيمة من قادة الثورة، أنها منطقة مكشوفة، منطقة تحت الحكم العسكري، أنه منطقة لا يمكن القيام بها بأشياء بأعمال ثورية في الفاتح من أول نوفمبر، ولكن أجلوها فيما بعد إلا بعد 56 وين أضيفت الصحراء كولاية سادسة داخل ضمن التنظيم الثوري. عامة الناس يقولون بأن منطقة ورقلة لم تشهد عملية عسكرية، لكن في حقيقة الأمر وحسب تقارير الإدارة العسكرية تقر بأن مدينة ورقلة لعبت دورا كبيرا جدا تمثل في الدعم اللوجستيكي والدعم المالي والدعم الغذائي للخطوط الأمامية لجيش التحرير الوطني، وهذا باعتراف الكتيبة الأولى للقوات الخاصة عندما جاءت في سنة 1957 وقامت بحملة اعتقالات في كثير من الخلايا التي يعني تأسس في منطقة ورقلة. وحسب الروايات الشفوية يتأكد لنا أنه في ما بين 56 و 58 تأسست حوالي 14 خلية في مختلف قرى مدينة ورقلة، الرويصات، المخادمة، ورقلة، الوسط، كل يعني القرى اللي تمثل ولاية ورقلة. لكن كتيبة القوات الأولى من القوات الخاصة عندما كشفت في عملية عسكرية وقعت في منطقة المغير، كشفت ملفات سرية فيها مختلف الخلايا العسكرية توجد على مستوى الجنوب الشرقي الجزائري من حاسم مسعود حتى المغير. كانت استراتيجية كبار الثورة تقضي أن يبقى الجنوب الجزائري بعيدا عن الأنظار والشبهات، خاصة في أيام الثورة الأولى، نظرا لدوره الكبير في دعم الثورة المباركة في الشمال بالسلاح والمؤونة عبر القوافل التجارية الوافدة من وعبر أرضه، بصفته نقطة عبور هامة لتمرير مختلف الإعانات من الدول الحدودية مع الجنوب الجزائري كليبيا وتونس وغيرهما. وتبلور هذا العمل بمشاركة أبناء المنطقة في خطين اثنين. الخط الأول هو التسليح والتموين، وهذا الذي طلبه سي الحواس من المنطقة، وقال منطقة ورقلة ووادريغ
تصبح خط رجعة ويبقى مفتوح لكي يمكن استمداد السلاح منه، وعليهم بدفع التبرعات. وهناك اجتماع عقد يوم 29 نوفمبر سنة 1956 في جبل الجرف برئاسة سي الحواس رحمة الله عليه وحضور نصرات حشاني وآخرين معه، بأنه قرروا في هذا الاجتماع بمحضر موجود الآن ذكره صاحب تاريخ الجزائر الثقافي أو تاريخ الحركة الوطنية الشيخ المؤرخ الكبير أبو القاسم سعد الله، قال إن هذا المحضر فيه التعليمات بأن تبقى هذه المناطق مدنية على قدر الإمكان، وممنوع على 4 جنود يمشوا فيها مع بعضهم، وممنوع فيها لبس السلاح، لبس اللباس متاع الثورة، وتبقى ممر للسلاح ومقر للمجاهدين وللناس. وفعلا وكانوا المجاهدين، كان خروج تاع المجاهدين كان تم في مركز، هذا المركز يقولوا له دار نتاع واحد عضاضي يقولوا له القريدي يحيى، وكان هذاك عبارة على مركز تاع تموين واجتماعات وتوزيع المناشير والرسائل والتعليمات واستقبال الفدائيين والمسبلين. هو بتاعي كان مركز للعبور والتخزين تاع الأسلحة والتموين بتحضير الأسلحة والبزة العسكرية، وكانت تجيب قوافل منها من ورقلة تجيب السلاح وتجيب كان احتكاك بالجنود الفرنسيين من أصل الجزائري يمدوا المناضلين بهذه الأنواع من الأشياء، العتاد والأجهزة اللي تحتاجهم الثورة. وكانوا يفوتوا ثم في المركز ويقعدوا عندنا نهارين 3 مع الوالد، ثم يواصلوا الرحلة نتاعهم للشمال، طريق منا من ورقلة هما يجيبوا السلاح من ضواحي ورقلة حتى الحدود نتاع تمراس نتاع الواد نتاع جانت اليليزي، الحدود نتاع الدول هذه المجاورة، يجيبوا الأسلحة وكذا وتفوت هنا الورقلة، ومن بعد قرداية ومن بعد الشمال. ساعات يروحوا الولاية 5 ساعات 6 قبل 54 اللي الثورة، بحيث أنه الأسلحة كانت تمر مع البضائع على متن القوافل. أما بالنسبة للذخيرة فكانت توضع في أنابيب بلاستيكية وتوضع مع تمر في أكياس، وكذلك يمر تمريرها إلى الجهة. المهم إذن مساهمة الجهة قبيل 54 في التحضير للثورة وجمع الأسلحة والذخيرة كانت لها مساهمة لا يستهان بها. هدوء المنطقة لم يدم طويلا، فسرعان ما شهدت أرض الجنوب الجزائري حراكا ثوريا ضد فرنسا التي طالت يدها لتمارس أبشع الجرائم في حق الإنسانية من قتل وتجويع وتشريد. فكانت ردة فعل هذا الشعب الأعزل قوية متزامنة مع حراك بقية أبناء الوطن الواحد، ليشهد عدة معارك أبرزها تلكم المعارك التي وقعت في إقليم الواحات قبيل ثورة الفاتح من نوفمبر. لكن هذه المعارك لم تكن الفريدة من نوعها، فالمنطقة قبل سنوات عديدة كانت قد عرفت مقاومات شعبية عنيفة عرقلت المخططات الاستعمارية في المنطقة لسنوات قاربت 15 سنة. كاين معارك، الكثير من المعارك وقعت في الواد، ووقعت في المغير، ووقعت في الطيبات، ووقعت في جامعة، ووقعت في تبوت وضواحيها. كي نتكلم لأن التاريخ حساس، لأن الذاكرة ما تخليكش بات تذكر شو شيء. هذه الأمور تلقاها عند كاتب اللي يسجل التاريخ، ولكن هناك حوادث كثيرة وانتفاضات وغيرها في الجهة، وخاصة في منطقة وادريغ اللي هي امتداد لهذه المنطقة، لأنه تابعة إلى المنطقة الرابعة من الولاية السادسة التاريخية. كذلك عرفت معارك في هذه الفترة، نخص بها مثلا معركة الأبرق اللي كانت بضواحي الحجيرة في 25 مايو عام 1958، وكذلك معركة القرداش التي كانت في ضواحي تماسين
في 28 أكتوبر عام 1958. كذلك معركات وقعت بضواحي المقارين وانتفاضات عديدة في الجهة. كانت معركة في واد سوف في هوتشيكا، معركة كبيرة جدا وين فيها شهداء كثيرين، وكذلك فيها قتلى من الجانب الفرنسي. ولكن هذا كذلك لم يمنع من مشاركة أبناء المنطقة في الثورة ككل. سكان منطقة ورقلة واجهوا الاحتلال الفرنسي بمقاومة شعبية قادها كل من شريف محمد بن عبد الله عندما جاء وحل بمدينة ورقلة، عندما انتخبه وعين سكان مدينة ورقلة سلطان عليهم ليقود مقاومة شعبية ضد الاحتلال الفرنسي. بعد اندلاع الثورة التحريرية المجيدة الذي كان للجنوب الجزائري دورا بارزا فيها من خلال الدعم اللوجستيكي والمادي، وبعيدا عن جمع التبرعات والاشتراكات لتمويل الثورة والاتصالات عن طريق التجار، انتقل العديد من سكان المنطقة إلى الشمال للالتحاق بالكفاح المسلح خاصة في منطقتي الأوراس وقسنطينة، وسقط العديد منهم شهداء فداء لوطنهم وإيمانا منهم إنما ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. هذا لا يمنع من كون رجالات من المنطقة شدوا الرحال بعد 54 وساهموا وشاركوا في ساحات الوغى في جهات مختلفة من الوطن. البعض منهم استشهد بضواحي الأغواط، والبعض منهم استشهد في ضواحي الصيف مثل سيد روحو، وكذلك بومادة عبد المجيد بومادة اللي استشهد كذلك خارج المنطقة. إذن خرجوا هم بأنفسهم. إذن الثورة لم تندلع في أول الأمر في المنطقة، لكن رجالات المنطقة كمجاهدين خرجوا من المنطقة وذهبوا وشاركوا في ساحات الوغى في الولايات الخمسة التاريخية. حد اثنين للوطن نبيع كل أنفسنا، لا نرضى بنعيش الهوان. حد اثنين الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا، حرية غاياتنا، يحيى الوطن. قائد الدورية سي محمود بالسقا العربي. هذا التعاون والتكافل بين أبناء الوطن الواحد لمحاربة العدو فتح أعين الاستعمار عن المنطقة، فبدأ برصد أبرز تحركات المناضلين وقتها، وأذاقهم أشد أنواع العذاب خاصة في مختلف مراكز التعذيب بالمنطقة، كمركز التعذيب دوب بعين البيضاء وبقية المراكز الأخرى. في سنة 57 دارت فرنسا تمشيط عام ليزي وطمن راست وقرداية ووادو، خربت بعض المنشآت البترولية على مستوى الصحراء. كل يعني هذه الولايات كانت ولاية الواحات سابقا، وخاصة في ورقلة سنة 57 دارت الشيء اللي ما يدارش في ورقلة، ودخلت من السجون وفاتوا. كان واحد المعتقل نتاع التعذيب في عين البيضاء، الكثير من المجاهدين فاتوا منهم واستشهدوا، ومن جمتهم البير الشهداء نتاع بمنديل اللي راه موجود فيه درك نصب تذكاري. هما كان حوالي 7 آبار، هذا من اللي قاتلين فيهم المجاهدين. وكاين عدة مراكز تاع تعذيب ما بين 8 و12 مركز هنا موجود في ورقلة. كاين البرج الأحمر هذا، كاين الكاتشيما كاين واحد، كاين الخرجة نتاع سعيد فيها واحد، القصر كاين فيها واحد هذيك ساحة الشهداء، كاين قصر الحيران، كاين ثاني لحسن سعود. بالنسبة للجهة هذه نتاعت ورقلة تاع تبقر. من ضمن هذه المعتقلات عندنا معتقل كبير يسمى الدوب في عين البيضاء بقرب البئر اللي سميت عليه عين البيضاء، وكذلك معتقل في وسط المدينة بحي بني ثور بجوار ما يسمى حاليا بمفترق الطرق ببني ثور، وين توجد الآن بعض السكنات العسكرية. هناك كان كذلك معتقل يسمى الدوب، وكذلك معتقل آخر وهو البرج الأحمر اللي كان سجنا ومعتقلا والموجود الآن مقابل دار الثقافة. ومن أبرز السجون سجن عين البيضاء على أساس أنه كان معتقل كسجن ومركز للتعذيب، ومارست فيه حتى عملية الإعدام. أحد المعتقلين في هذا السجن
وتكلم على أنواع التعذيب اللي كان بالكهرباء وكان بالمياه الساخنة وكان بدق المسامير في الأيادي، والمهم تعذيب قاسي جدا. كل هذه الأمور مورست في معتقل الدوب بعين البيضاء. وأبشع عملية قامت بها في هذا الدوب فرنسا اللي وصلتنا عليها معلومات أنه في أواخر 57 و900 وألف بعد أن عذبت مجموعة من المجاهدين هناك، وخاصة نذكر منهم زبيدي عبد القادر، شنين عبد القادر، خليل عبد القادر، صفراني عبد القادر، وهؤلاء عذبتهم عذابا شديدا، نقلهم وجرهم بسيارة العسكرية أجيب، والدماء تقطر من أجسادهم إلى غاية بئر المعروف ببئر سويقات أحمد الموجود في بامنديل، وهناك رمتهم في هذا البئر أحياء، وأتت بالإسمنت المسلح من الورشة التي كانت في ذلك الزمان وهي تشييد مطار العسكري بعين البيضاء. كانت ورشة، كانت الإسمنت المسلح جاهزا، فأتت شاحنة مملوءة بالإسمنت من مطار عين البيضاء وتم تفريغها أو صبها على هؤلاء المجاهدين، وتم إعدامهم بطريقة بشعة لم نعرف مثيلها في التاريخ، ربما مثيلها نادر في التاريخ، وين نرمي ناس أحياء ونرمي عليهم بالإسمنت المسلح. هذا إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاول الحياة البلاد، حد من بالدموع والدماء تراكم، حد الأهل والصحبة مع الأولاد، حد من صوتهم من القبور يناديكم، اسمعوا لهذا الصوت يا عباد، حد من الاتحاد ألواننا، تضحية شعارنا، حرية غايتنا، يحيى الوطن. الاهتمام بالمنطقة في كل مرة يتزايد، خاصة بعد اكتشاف الذهب الأسود والأرض الغنية بالمعدن النفيس والمواد الطبيعية. هذا الاكتشاف الذي أسال لعاب ديغول وجعله يزور المنطقة في مارس سنة 1957، وكان يراهن على أنه سيغير مستقبل فرنسا. لأنه بعد اكتشاف البترول فرنسا رأت أنه هذا الاكتشاف الجديد يساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الفرنسي، وجاءت مجموعة من المسؤولين الفرنسيين إلى الصحراء في زيارات ماراثونية. جاء ديغول كم من مرة إلى توغورت وإلى حسن مسعود وإلى كذا، جاء لوي جوكس كم من مرة، جاء ماكس لوجان كم من مرة. أي المسؤولين أصبحوا يترددون على الصحراء كلهم لجس النبض وللتخطيط وللتحضير إلى عملية فصل الصحراء. لكن ماذا يقول أحد المؤرخين الكبار الأوروبيين حول اهتمام أوروبا بالصحراء؟ لماذا؟ ماذا تريد بها؟ في ذلك الوقت لم يكن بترول. قال لك يتلخص اهتمام المستعمرين من أصحاب الرحلات العلمية إلى العسكريين إلى الاستراتيجيين السياسيين إلى المبشرين في 3 حروف: جيكم قرفا، يعني غولوار، جوسبيل، جولد. غولوار المجد من أجل تحقيق أمجاد للدول وللرجال وللقادة العسكريين. جيوسبيل الإنجيل من أجل نشر المسيحية. جولد الذهب في ذلك الوقت لأن الذهب كان يأتي من غانا. إذن يختلط الاقتصاد بالدين بالمجد التاريخي والسياسي. هذا الذي أغرى الدول هذه ومفكريها واستراتيجيها والمتبصرين نتاعها باش يدبروا على دولهم باش تحتل هذه الصحراء. تفطن أبناء الجنوب لهذه المؤامرة التي تحاك ضد بلدهم، فنهضوا يدافعون عن أرض الجنوب الجزائري وعن أرض الجزائر من خلال مظاهرات عارمة استقبل بها الوفد الفرنسي لتنفيذ سياسة فصل الصحراء عن الجزائر وجعلها قطعة فرنسية، من خلال أبرز محطة مر بها أبناء الجنوب في تأكيدهم على تمسك بالوحدة الوطنية
وهي مظاهرات 27 فبراير. هذه المظاهرة كسرت شوكة الاستعمار الفرنسي، وكانت آخر مسمار في نعش فرنسا لتضيع آخر ورقة كان العدو الفرنسي متمسكا بها في مرحلة المفاوضات قبيل استقلال البلاد. إلى آخر محطة من محطات المقاومة الجزائرية اللي هي المفاوضات مع الفرنسيين من أجل تحقيق الاستقلال الوطني واسترجاع السيادة الوطنية، تمثل في تلبية نداء جبهة التحرير الوطني، وهو الخروج في مظاهرة شعبية في 27 فبراير 1962 من أجل التصدي لمؤامرة فصل الصحراء عن الشمال. في هذه المحطة التاريخية التي تعتبر من أبرز المحطات وربما تحسب لمدينة ورقة، لأن المدينة الوحيدة التي خرجت تمثل الجنوب بصفة عامة، خرج فيها سكان هذه الولاية للتعبير عن رفضهم يعني لمؤامرة فصل الصحراء عن الشمال، وأن الجزائر واحدة موحدة لا يمكن فصلها عن الأم. المهم المجاهدين كانوا عندهم مراكز في كل حي. كان على مستوى مدينة ورقلة كاين 14 مجلس ثوري في ورقلة، وهذه ال 14 هي اللي جات من التعليم تاع سي محمد شنوفي رحمه الله، مات في 11 نوفمبر العام اللي فات، باللي حضروا المظاهرات 27 فبراير موافق ل 22 رمضان. وفعلا هذه المظاهرات كانت مقررة باش تبدا 8 تاع الصباح، من بعد اللي فرنسا اكتشفت باللي كاينه حركه اجلت النزول نتاع الطائره نتاع الوفد اللي يجي من فرنسا، اجلته حتى الوحده، وكذلك تمدت اوامر للمواطنين بصفه عامه والمجاهدين باللي يأجلوا التظاهره حتى الوحده. كي حامت الطائره على مدينه ورقله خرجت الحشود، كل خرجت الرجال النساء اطفال، كل الناس متواجده في ورقله. كان اللي من خارج ورقله، كان اللي زايدين في ولايات اخرى، وشبت معركه ملحمه كبرى فيها الشهداء، فيها المجاريح، فيها المحروقين، وسمى اشتباك فيه كر وفر. والناس يعني في القصر اللقاء نتاع الانطلاقه كان موجود، ورانا دايرين الجداريه درك، الجداريه نتاع 27 فبراير هذا كان اللقاء. وكانوا المجاهدين والمناضلين والمواطنين رايحين وراها المستشفى العسكري درك. كانت الولايه نتاع فرنسا تلقاتهم في الطريق وطلقت عليهم العسكر والبرك والامن وكل انواع يعني الامن نتاعها، ولحقتهم في كل الاحياء لحقتهم. والمعركه هذه دامت حوالي 24 ساعه متواصله، ولكن متفاوته في الاحياء. النشاط هذا الموجود ولله الحمد. الشهيد المعروف عندنا 5 شهداء المعروف منهم الشط الوكال، وكاين واحد من الوالد شاب صغير لا يتجاوز 15 سنه، وكاين واحد عيط له جاء من جهه باتنا نقول له فرحات بن دقيش فرحات، وهو فقد ذراعه في هذه المعركه التظاهره السلميه. وكثير من الناس يطول ذكرهم، والذاكره مات، لان المعركه هذه كانت فاصله. علاش التظاهره؟ لان المفاوضات الفرنسيه الجزائريه وصلت الى طريق مسدود من بعد اللي تشبث الوفد الفرنسي المفاوض بفصل الجنوب على الشمال، والوفد الجزائري قاعد مصمم على الموقف نتاعو باللي الشمال والجنوب واحد. وبالتالي قررت فرنسا مع من باعوا الضمائر نتاعهم في الجنوب البعض أقول البعض، ووعدوها باللي تأخذ سك على بياض موقع من سكان الجنوب، ولكن خاب الظن نتاعها كي جات هذه المظاهرات.
لحظات فخر وعزة، تمرة كفاح لرجال آمنوا بالجزائر الثورة، وكلهم يقين بالجزائر مستقلة. ماتت بعد تعاقبها لقرون لتمارس آلاما وتضحيات في الصحف. سي علي غزال اللي هو يا ودي قلت لك البداية هذيك قاربت 15 سنة. كاين معارك الكثير يساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد. خلال مظاهرات عارمة استقبل بها الوفد الفرنسي لتنفيذ